السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المتواضعة غاوي خسارة بمزاج. الفيديو النهاردة يا اخواتي فيديو مهم جدا، يعني رجاء المتابعة، لأنه فيه بعض الأسرار الكبيرة وبعض المزايا وبعض العيوب للبط المسكوفي. ان شاء الله البط المسكوفي يا اخواتي من ضمن افضل الطيور الربحيه اللي بيدور على الربح من الطيور كلها. طير مطلوب، طير بيدي وزن، بيجمع بين مزايا كتير وفي نفس الوقت بيجمع فيه عيوب زي اي حاجه، برضو فيها مزايا وعيوب، ولكن مزاياه حاجه كبيره جدا. ففضلا بقى وليس امرا انتوا تابعوا الفيديو دوت عشان فيه بعض المعلومات اللي ممكن تساعد فيكم حد يكون بيربي مسكوفي. الطائر المسكوفي اول حاجه مزايا فيها، نبدا بالكويس عشان نبقى ايجابيين. اكبر ميزه في الطائر المسكوفي انه بيجمع بين حاجتين مهمين جدا، بيجمع بين مناعه البلدي، وده شيء جميل، تقلبات الطقس والحاجات ديت وكل الامراض عنده مناعه قويه، وبيجمع ان الطعم واللحم الاحمر للبلدي، يعني مناعه ومذاق الاثنين. اظن دول ميزتين في حد ذاتهم مطلوبين جدا في السوق المصري. يعني السوق المصري مش مطلوب فيه البلدي لان احجام صغيره، فبتبقى حاجه بسيطه مش بتبقى مثيره للاهتمام قوي، ولو ان ليها ناسها. ده ميزه مهمه جدا للمسكوفي، الوزن مع المناعه الاثنين مع بعض. الميزه الثانيه يا اخواتي انه طائر هادي خالص، مفيش الصوت المزعج، مفيش ان هو يعمل جعجعه ويقلب لك السطح، مفيش الحاجات دي. يعني دي ميزه برضو كويسه، هادي وفي نفس الوقت بيعمل اللي عليه ما شاء الله، تحويل وزن ما شاء الله، كل حاجه. تالت حاجه وتالت ميزه من ضمن الاهم المزايا للمسكوفي اللي هو سرعه الدوره بتاعته. يعني ممكن تلاقوه ان ممكن شهرين ثلاثه مثلا، ده ماكسيمم قوي والله اكبر، تلاقوا حجم محترم جدا، يعني من 8 اسابيع ل 10 اسابيع، يعني شهرين ونص تقريبا، وتبصوا تلاقي ان هو الله اكبر بيبقوا حاجه كويسه جدا جدا. يبقى احنا كده قلنا حوالي 3-4 مزايا. المسكوفي التسويق بتاعه في الاسواق المصريه محترم جدا، مطلوب، وحاجه الطلب عليها كويس. فانا زي ما بنصحكم وفي الفيديوهات اللي فاتت في الهندي او ان كان بلدي او ان كان رومي او برهمه، الاسره بقى المسكوفي برضو من اجمل التربيه، ومن اجمل الحاجات اللي انت تقتنيها وتستفاد منها ماديا. البط المسكوفي عنده ميزه تانية حلوه جدا، ان هو بيرقد على البيض، فهنا برضو اداني ميزه قويه جدا، وهي ان ممكن كمان انا بدل الفقاسه هو يرقد. يبقى انا احب الطيور يا اخواتي اللي بتاخد الدوره كلها لوحدها، يعني من البيضه تقدر ترجع للبيضه تاني. يعني بمعنى الطائر المسكوفي، البط المسكوفي اما يبيض ويرجع لحد ما يرقد للبيضه تطلع تفقس بط صغير، فهو كده عمل لي الدوره الكامله اللي انا بدور عليها. عشان وده هدف القناه، وهو ده اصلا سياسه القناه، في ان انا بقول لكم انا ماشي بمبدا من البيضه للبيضه، انا مش هتكلف اشياء الا العلف. بمناسبه العلف، فبرضه البط المسكوفي مش طائر اكيل قوي زي البغال، اللي هو البغال ولا المولر ابو عين حمراء ولا ابو دقه، مش طائر حشاش في الاكل زيهم كده، برضه طائر على القد. بس في نقطه مهمه جدا انك انت، ودي بقى احنا هنحطها في دي برواز اختيار البط يا اخواتي اللي هي البدايه، ان انا هشتري، فليكن انا هشتري الطائر ده صغير، فحضراتكم ان ما جبتش الطائر ده تنقية محترمة جدا جدا من حد موثوق فيه، او يعني ايا كان، المهم يكون من مكان موثوق فيه، فانا كده
يعتبر ضربت نفسي في حيط وخسرت اللي انا بعمله كله. وانا كده يبقى انا كده بوظت اللي انا بدور عليه، الربح، وان انا اوصل بالتربية للي انا عايزه، اللي هو الاستفادة المادية. فلازم اختار الطائر صح جدا من عمر يوم او ايا كان. يعني حضراتكم انتوا بتيجوا تشتروا، خليكم ان انتوا هتشتروا مثلا العمر الصغير. والله صدقوني انتوا لو بتشتروا انتوا من غير الخبرة الكافية، انتوا بتحسوا ان البط كده كأنه بيناديكم لكم اختاروني انا، من ان عندهم حيوية. يعني البط الصغير لما يبقى عنده حيوية، يتنطط، عينه بتلمع، وتلاقيه مش بيبطل حركة، ده اكبر دليل ان هو حيوي. مش هاخد طائر خملان واقول الله ده هادي وكده، لا. فلازم اخده يكون من اللي هو حيوي وبيتنطط. دي برضو من ضمن الحاجات. الريش بتاعه لازم حضراتكم تقلبوا البط، ولا مؤاخذة تبصوا في المخرج بتاعه لو لقيتوا اسهالات. اوعوا تجيبوا طائر عنده اسهالات. ليه بقى؟ لان هي مش موضوع اسهال ده حاجه بسيطه انتم متخيلينها. لان الاسهال مش هو بس اسهال في حاجه بسيطه اعمل له مثلا حاجه يبطل اسهال. لا، الاسهال ممكن يكون فيروسي يا اخواتي، فيروسي. ما هو نيوكاسل اسهال بدايته، والنيوكاسل ده انتوا طبعا كلكم عارفينه، لف الرقبه، فخلاص ربنا يعوض عليك، ولا ملوش علاج، خلاص ارميها. يرميها بقى، يكون هي كبيره الحق يذبحيها، فمرض لعين النيوكاسل. فانا ايه اللي يخليني اختار الطائر بسرعه وحد يضحك عليا؟ طيب ما انا يا حد يعرفني معلومه، ياخد من حد موثوق فيه، مكان بيطار انتم متعاملين معاه كويس تاخدوا منه، حد حبيبكم على سطح متربي خدوا منه. المهم الاستفاده يا اخواتي، مش اكتر يعني. البط بقى المسكوفي، لو جينا نحول شويه على على العيوب، بس هو المزايا بتاعته كتير لسه. بس انا صدقوني، شوف انا بقاله 7 دقايق ممكن اقعد اتكلم 15 دقيقه على مزاياه بس خلينا نخش على العيوب. عيوب الطائر المسكوفي، الامراض بتاعته، يعني عنده اللي هو الاسهال، بيقعد فتره لو جاله انه يروح منه. فانتوا لما يبقى موضوع اسهال تلاقوه على البط المسكوفي بالذات، لازم تلحقوه وما تهملوش فيه، هيخس جامد جدا، وممكن الموضوع يتطور يحصل نافق لا قدر الله. وده ضد السياسه الربحيه اللي احنا ماشيين بيها ان شاء الله، ان احنا كلنا نرزق من فضل الله يعني. وعندكم كمان نقطه تانية كبيره في العيوب اللي فيه المسكوفي، الا وهي الكساح. طبعا كلنا عارفينه. فهو يا اخواتي الكساح ده لو ما تلحقش، ما خلاص البطه كده خلاص يبدا من غير رجلين، فخلاص هي ماتت. فلازم يوم ما تلاقوا، او مش يوم ما تلاقوا، انتوا ادوا حاجه وقائيه. يعني انا لما باجي اعمل من اول ما البط ده بيجي، لازم اديله مثلا كل 3-4 ايام كده، اسبوع مثلا، اديله سقوه او سقوتين مثلا دي كالفوس كده. هو كيس كده بيبقى فيه كالسيوم وفيه بعض المعادن وبعض الفيتامينات، برضو بتساعد عظم الطائر كويس. ده لا غنى عنه. الديكالفوس لازم يكون مع البط كده زي حبيبه. لازم تدوا منه جرعات مناعيه، ولازم تدوا رافع مناعه لو لقيته تقلبات جويه، عشان البط ما يقعش منكم. البط فيه مزايا اكتر واكتر، وفيه حاجات كتير. ولكن لو انتوا حابين ان انا اعمل حلقه او حلقتين مخصصين ان انا اقول لكم البط ومزاياه وعيوبه، انا على عيني. يتمنى بالعكس ان انتوا تتفاعلوا معايا وتقولوا لي في التعليق اي حاجه، اي شيء. انا اتمنى واحس قد ايه ان انا ممكن يكون بنتفاعل مع بعض واخوات ان شاء الله. في برضو نقطه مهمه جدا انا برضو بعملها ان شاء الله على السطح، وحبيت اشارككم معايا. انا ان شاء الله شايفين ديت، انا بحاول ان شاء الله بجيب حاجات زي كده وبحط فيها التربه بتاعت الارض اللي هي زراعه. يعني انا هعمل ان شاء الله تخدير للسطح، بدايه بشتري تربه بقى واجيب حاجات كومبوست وحاجات كده وشتلات لسه. فلسه انا في البدايه خالص بحاول واحده واحده اعملها. وبرضه دي هتبقى من ضمن الحاجات اللي انا هتابعكم فيها وهقول لكم فيها واحده واحده، ان احنا برضه ازاي نخلي سطحنا يتحول
لسوق من الاخر كده في جميع انواع الخضار والفاكهه باذن الله. ان شاء الله مع بعض ان شاء الله نوصل لاحسن، ان احنا يبقى عندنا كلنا معلومات، كلكم تستفادوا من فضل الله. لو وصلت معايا لحد الدقيقه دي فانا بشكرك جدا، اخويا وعلى راسي او اختي وعلى راسي. بصراحه يبقى اتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل على قلبكم، واكون حد مقبول بالنسبه لكم ان شاء الله. لو في اي تعليق اي حاجه يا اخواتي، اي حاجه حد حابب يشتريها، اسره هندي، اسره براهما، اسره بط رومي، وز، اي حاجه ان شاء الله من فضل الله هتلاقوها موجوده. انتوا اخواتي غير اي حد خالص متابعين، وحضراتكم بتشوفوا الاوردرات اللي بتطلع من هنا. بعمل مع المتابعين احلى واجب من فضل الله، لان مش هينفع بعمل الكل واحد. انتوا اخواتي على راسي من فوق، وليكوا اكيد الاولويات. فضلا وليس امرا الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يومكم كله رزق يا اخواتي ان شاء الله. سلام عليكم.